هلا وهلا ويا حلوين، شلونكم بنات؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير وبأحسن حال وانتم تشوفون هذا الفيديو. اول ما نبلش الفيديو ما ننسى الصلاة على محمد وآل محمد. هنا عيني بلشت وياكم ايوم. طبعا هنا كانت بيوم الصبح. بنات هذا الفيديو مقتطفات من ايام حياتي وجمعتهم لكم فيديو واحد، يعني مو روتين كامل هذا الفيديو، مقتطفات من ايام مختلفة وجمعتهم لكم فيديو واحد. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وما تنسون تخلون لايك حبايب قلبي. هنا طبعا أنا قاعد الصبح قبل لا يقعدون البقية، فأقعد قبلهم أتريق براحتي وأقعد البنات بعدين أغديهم. أشوف يعني شنو أسوي غدا قبل لا أقعدهم، يعني أقعد يعني بالتسعة بالعشرة فأطبخ غدا وأكمل يلا أقعدهم، لأن هم مو بسهولة يقعدون. فغديتهم مشطت لهم وهاي وبدلوا فراح يروحون للمدرسة، وهنا قعدنا احنا من بعدها نتغدى. طبعا بنات احنا تغدينا وقت متأخر، لأن أنا من نتريق متأخرة يعني ما بعد ما أشتهي آكل. فالله يعين الناس اللي عندهم جهال بصف الأول، يقعدون بالقوة، يتريقون بالقوة، يبدلون بالقوة، يغسلون بالقوة، يمسحون بالقوة. فالحمد لله والشكر. هنا أنا شنو عيني عندي هذا اللبلبي من بعد ما تغدينا وراحوا البنات المدرسة. هذا اللبلبي عندي أنا غسلته من الليل ومنقعته. فهنا شنو عيني أنا أخليه يطق شوية، أخليه للبيكنج باودر وأخليه على نار هادية. من يطق اللبلبي أخليه للماي وأخليه يفور، آخر شي أضيف الملح. طبعا هذا اللبلبي بنات إذا تشوفونه ناعم وصغير هذا كلش صغار ناعم، هذا لبلبي الحصة، بس والله يعني زين طيب، بس هو صغار ما أعرف يعني ليش. فهنا كمل اللبلبي واستوى، فهمكم العافية، يخبل صار. فمن بعدها راح أخلص شغل البيت وأكمل شنو عندي. هنا راح أبدي أنظف البيت، أكنس شنو عندي، مثلا يحتاج مسح أمسح، إذا عندي ملابس أغسل، وهكذا. هذه روتينات اليومية. إن شاء الله تعجبكم وتعجبكم الفيديوهات اللي جاي أقدمها، وإن شاء الله إذا عجبتكم الفيديوهات ما تنسون من دعمكم حبايب قلبي. ومية هلا بالجدد، والحمد لله والشكر قدرنا نوصل 1000 مشترك. ألف الحمد لله وشكرا لكل بنية دعمتني، وإن شاء الله يا ربي القادم أفضل. وأكيد أكيد جايتكم فيديوهات إن شاء الله حلوة وحماسية وروتينات حلوة، تنظيفات، فيديوهات حلوة. إن شاء الله الفيديوهات تعجبكم حبايب قلبي. فهنا أنا شنو من بعد ما نظفت الصالة حولت على المطبخ. بنات منو مثلي الله عليكم، هم مثلي أنتم مشغلين بنكات وأنتم فارشين فراش الشتاء؟ يعني ما أعرف شو صار، الجو حار من بعد ما شفت علينا شفتة واحدة الشتاء وقال يلا خلاص وفرشوا بعد ماكو مجال. فشو فرشنا وهاي ثاري اجتنا شرجيات بنات قطعا يموتن. فأنا أشغل بنك الصراحة. وهنا عيني خلصت التنظيف، جاي أقول لكم هنا هذه الفازة خليت فيها هذول الوردات مؤقتا بنات، لأن الصراحة من طلعت ما لقيت شي ذاك اليوم، من رحت مشتريات جبت وجيت ما لقيت الريش أو الورد اللي ببالي، فمؤقتا خليت ذول الوردات وخليت هذا الفراش على الميز. ان شاء الله من اطلع تصير طلعة والقى اللي يعجبني راح اجيب فراش هو يصير خاص بالميوزة مالت الطعام، وراح اجيب الورد ان شاء الله. فهنا أنا عيني عندي هذول المواعين، وانا من زمان هذول القلاصات ما يعني بين فترة وفترة انا انقعهم بالكلور، فخليت كلور ونقعت قلاصات الشاي ونقعت الخواشيق. ومثلا عندي ماعون بصفار هاي اخلي له كلور يطلع يلمع لمع. من بعدها راح اجلفهم واكمل واجلف السنق همينه وياكم، ونشوف من بعدها شنو راح نسوي. طبعا بنات قلت لكم هذا الفيديو مقتطفات من ايام مختلفة. يوم كان يوم السبت مدري الجمعة عطلة، فراح اغسل ملابس وراح همين اشارككم وياي طبخ الدولمة. فيعني مو روتين يوم كامل هذا، قلت لكم مال أيام متقاطعة وجمعتهم بفيديو واحد. وهنا خليت هذا الماعون هم صاير بصفار، وهنا أنا جلفت عيني السنق وجلفت هذه الصينية مالت سلة الماعين لأن يتجمع بيها ماي بنات ويصير شلون الملح بيها. فهنا كملنا ولمعنا السنق وخلصنا وبدلنا العلاقة هاي مالت السلة. بنات هذه السلة كلش فادتني. فعبالكم خلصنا هنا، لا عيني بعدنا راح أرجع أسوي عشاء. راح أسوي مخلمة، راح أسوي بيض وطماطم وبصل، فرامة طماطة وفرامة فلفل، وراح أبدي أحمس البصل وأخلي الطماطة وأحمسهم وأسوي المخلمة. طبعا بنات إحنا من نكمل المطبخ ونعزل السنق ونعزل المطبخ ونجلف الطباخ نفرح عن بالنا خلصنا، بس ناعين إحنا ما نخلص.
المهم هنا مستمرين وغسلنا وكملنا وجينا نسوي هذه المخلمة اللذيذة الطيبة. بنات المخلمة بهيج شكل تجنن، وإذا تردون همين خلوا عليها لحم هم تصير طيبة. هذا التصوير كان ثاني يوم همينة، فغسلت ملابس. كان بيومها عطلة، كان بيومها زوجي قال أنا جاي على بالي اليوم دولمة. قلت له خلاص انطلق روح جيب لي غراضها وأنا أسويها، وأنا جاي أشر الملابس. فكان يجي ويجيبهم، خلاني هنا بالباب ورجع. فخلصت شر ملابس أني وجيت راح أعزلهم وأبدي بثرهم حشوة الدولمة. أتحدى أكو أحد هسه بالقناة بنات ما تحب الدولمة؟ معقول أكو أحد ما يحب الدولمة؟ ما أتوقع. فإذا كنتوا تحبون الدولمة أو ما تحبوها اكتبولي بالتعليقات. اللحم هذا راح أطلع من عنده طبختين وراح أبدي أثرمه للدولمة، لأن كيلو هو أكيد يعني ما راح أخليه هواي على الدولمة لأن هواية، وياه من شحمة شوية. فهنا أنا بديت أثرم الحبشكيلات مالت الدولمة، ثرمت الكرفس وشوية شبنج، وهنا ثرمت البصل والبوتيتة والطماطة ثرمتها بإيدي حتى ما تنمرد. بنات هذه المثرامة من أمي، أنا عندي وحدة بس انكسرت اليد مالتها وظلت، بس هي جديدة كل شي ما بيها، فخليت عليها هذه اليد مال هاي المثرامة ما صارت عليها. وهنا كملت الثرو بعيني وانا من غاسلة التمن ونقعت على صفحة، وخليت المعجون هنا والبهارات والملح، وراح اخلي لمندوزي همينة شوية عليها حتى تطلع حامضة وتخبل. هنا انا غاسلة التمن ومنقعته، راح اوشله من الماي واخليه على الحشو وابدي اخلطه وانقع السرق واغسله واخليهم وابدي الف الدولمة. كلش تعبت بيومها بنات، تعرفون لف الدولمة يتعب، الدولمة شغلها او حالها حال الكليجة كلش التعب. فهنا كنت محتاجة جدر كبير، صعدت خليت الكرسي وصعدت نزلت الجدر. فهنا غسلت السلق من بعد ما نظفته وعزلته وطلعت الزين من الموزين، غسلته وما سلقته هواية، يعني نقعته بالماي الفاير شوية وطلعته لين ينمرد هو هواي يتنقع بالماي الحار. هنا عندي ذولي اللحمات منثرموا الصراحة لأنه بيشون العصب منثرم، فخليتهم بقاع الجدر. وهنا عيني راح أبدي ألف الدولمة، كملتهم وهاي خليتهم هنا، راح أقعد وأبدي ألف الدولمة. راح تجيكم الحركة السحرية بنات. فترى خلصنا بنات ولفيناها بكل سهولة، مجرد ما سوينا هاي الحركة السحرية زين. فلفيناها وكملنا، لبيتها على الطباخ قد يعني ما تتعرق. راح أخلي لها الخليط هذا مال المعجون والملح شوية ولمندوزي، وهمين عصرت عليه ليمون وخليت بهارات. فبس تتعرق أخلي لها هذا الخليط مالتها ونخليها تعيش حياتها على راحتها. من بعدها راح يجي زوجي، طبعا أنا ركضت ركضة بيومها وطبخت الدولمة على أساس سويتها للعشاء، فكان يجي زوجي متعشي وجابوا وياه هاي البيتزا للبنات. بس ما أحكي لكم، البنات فقصوا بيها وطلعوا كل الحشو اللي عليها، كلوا شوية من العجينة وعافوها، لأن البنات والله كلش تأذي يعني، وبيها ريحة قوية، ما أعرف ريحة اللحم ما أدري جبن. المهم ما عجبتني الصراحة، راح آخر شي ألفها بالكرتونة هاي كلها راح أذبنها، استغفر الله يا رب، لفيتها بالكرتون مالتها وذبيتها. وهنا الدولمة مستمرة على الطباخ، أحلى بقبقة، أحلى بقبقة بقبقة الدولمة وبقبقة البامية. تتفقون بنات لو لا؟ شوفوا لي الجمال. فراح تستوي، وآخر شي راح أصبن صحن من عندها لأن احنا ما أكلنا البيتزا الصراحة، فصبيت هذا الصحن وما كملناه بنات. بس والله كلش كانت طيبة، سهمكم العافية. احنا بنات أكلنا كلش قليل، فهذا الصحن وما كملناه، سهمكم العافية بنات، تجنن كلش صارت طيبة. أتمنى يعني أنتوا هسه قريبين يمي وأدزلكم كل وحدة ماعون زين. فهنا سهمكم العافية، كلش كانت لذيذة وطيبة، تخبل حامضة على دهينة كلش طيبة. ومن ظلت ثاني يوم بنات صارت أطيب بعد والله، وهي باردة تنوكل تخبل. بنات راح يخلص الفيديو، أقولكم باي باي.